ثورة الجزائر هي ثورة الأبطال، ثورة المجد والأحرار، ورمز للنضال. هي ثورة تكلمت فأسمعت للدنا مجد شعبها، ضربت فأوجعت، نطقت فأسمعت، زرعت فأنتجت، روت فأثمرت. هي ثورة الشهداء ونضال الأوفياء. لا تكفي كل الكلمات والأحرف للحديث عنها وإيفاء قدرها. ذكرى الفاتح من نوفمبر هو يوم نعيد استذكار فيه مجد الشهداء ونضال وكفاح المجاهدين. في هذا اليوم العظيم سيجمعنا بأحد أبطال الثورة المجيدة. هو مجاهد تحمل وتذوق شتى أنواع التعذيب من أجل أن تحيا الجزائر. هو المجاهد محمد صغير بن لعلان الذي سيروي لنا مسيرة كفاحه في وجه المستعمر الغاشم. أولا أرحب بكم في بيتي وأشكر لكم هذه الزيارة وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم. طيب، تاريخ الثورة هو تاريخنا جميعا. عندما بدأت الثورة في سنة 54 أنا لم أكن في الجزائر، أنا كنت طالبا في تونس، لكن في صيفة 55 دخلت الجزائر في العطلة الصيفية، واتصلت هنا مع المجاهدين الأولين في منطقتنا في بني والتيران في الولاية الثالثة. ثم رجعت إلى تونس لأنه أنا طالب. مجرد وصولي إلى تونس في سبتمبر 56 التحقت بجبهة التحرير الوطني عن طريق الذي كلفت الجبهة آنذاك بتجهيز الطلبة، وكنت عضوا نشطا في هذه الخلية الأولى للطلبة الذين التحقوا بالثورة في تونس، وحنا كنا ندرسوا في الزيتونة كما نعلم. وبقيت في النضال في إطار جبهة التحرير الوطني في هذا الاسبوع، وقمنا بمظاهرات، قمنا في تلك الفترة وبتجنيد زملائنا الطلبة. في سنة 56 في صيفة 56 عرض علي السفر إلى القاهرة للالتحاق بالتدريب العسكري، وأنا قلت للمسؤول السيد الدكتور جمال قنان أنا أريد أن أعمل هنا في تونس، لأن تونس قريبة للحدود، وأنا أعرف أني سأصعد إلى الجبل اليوم وغدا، ولهذا لا أريد أن أبتعد. وبقيت في تونس. في سنة 56 جيش التحرير الوطني كون مركزا للتدريب في تونس في مدينة باجة. ذات ليلة فوجئنا بشاحنات، مش حافلات، كاميونات لجيش التحرير الوطني، أخذنا جميعا إلى السوق الأربعة، وهي مدينة تونسية على الحدود. على 10 صباحا التقينا بالعقيد عميروش رحمه الله، ووزع علينا سياح. عميروش شرح لنا ما ينتظرنا في هذه الرحلة الطويلة، وطلب منا أن نصل بالسلاح إلى الولاية الثالثة، فكل جند منا يحمل قطعتين والذخيرة وقنبلتين يدويتين. وكان عميروش رحمه الله أكد علينا أن لا نشتبك إلا عند الضرورة، ولهذا بالفعل في مسيرتنا الطويلة من تونس إلى الولاية الثالثة، ربما لا تصدقين أو لا يصدق المستمعون، 55 يوم مشينا على الأقدام من حدود تونسية إلى أقبو.
وقعنا في كمين على 1 صباحا في ضائعة فيرما لأحد الفرنسيين في اسمه، كانوا ينتظرون منهم يتبعوا مسيرتنا من يخرجنا من تونس. الجيش الفرنسي الذي يهاب أو يرهب أو ترتعد فرائصه عندما يرى أحد جنود الجيش التحرير الوطني لم يصبروا حتى يدخل الجيش كله في الكمين الذي نصبوه، فبدأوا الضرب فينا. عندنا مجموعة من الجنود كانوا خارج الكمين، فهم اللي كانوا خارج الكمين داروا على الفيرما من وراء ظهره وصاروا يضرب فيهم، اصبحوا الفرنسيين هم اللي في الكمين ماشي نحن. ضربناهم حتى يعني لم يعد يخرج منهم رصاصة واحدة، ولم يمس أحد جنودنا بمس ولو بجراحة. في إحدى قرى بني والتيران اسمها تلمات، في تلك الليلة فيه بيعة، يعني راح الفرنسي البياعين موجودين دائما على كل حال. أنه أحد ضباط جيش التحرير الوطني وهو ابن عمي الشهيد محمود بن العلام راهو نازل عند نسابه عند صهر وعند بابة مرته، راحت البيعة به فقط. ولكن من الصدف أنه في تلك الليلة الكتيبة الثالثة اللي جات بعدنا جابت السلاح من تونس، الولايات الثلاثة كانت هناك في تلك القرية، وفرنسا ما علمهاش لأنه باش تعرفوا أن الاستعلامات الفرنسية عمياء. هما راحوا الصباح على 8 تاع الصباح، راحوا مرتاحين حوالي 200 جندي خرجوا من مركز ثمان اسمه لإلقاء القبض على هذا الضابط في جيش التحرير الوطني الموجود على الميتين، ففوجئوا بكتيبة كاملة جيش التحرير وأبيدوا عن آخره. لما نتكلموا على قادة الثورة الستة الذين فجروا الثورة: مصطفى بن بريد من باتو، العربي بن الهدي من عين مدينة، ربح بيطاط من عين كرمة، محمد بن ضياف من مسيلة، الزوج ديدوش مراد قبيلي من العاصمة، وكريم القاسم قبيلي من جرجرة من الجبال. الثورة الجزائرية قامت من أجل الجزائر، ولهذا قيادة جزائرية، ماهيش قيادة إقليمية، ماهيش قيادة طائفة، ماهيش قيادة جهة. ونحن الجماعة والنظام يستفادوا يا بنتي، نذكرها لابد نذكرها لك، يستفادوا من ما يسمى بالمقاومة الشعبية، الآن اسمها المقاومة الشعبية. الثورات اللي قامت ضد فرنسا منذ 1830، لأن الجزائر يجب أن يعرف الناس لم تستكن الاستعمار الفرنسي أبدا. الثورات استمرت من سنة 1830 بجهاد الأمير عبد القادر ومن جاء بعده إلى 1938، ولكنها لم تنجح لأنها ثورات محلية، يعني لم تكن ثورات شاملة، وثورات يقودها أشخاص. وعندما تكون ثورة يقودها شخص من السهل على العدو أن يصطادوه. عائلة تاعي أنا شخصيا 14 شهيد في عائلة واحدة، مش واحد ولا زوج، 14 واحد. كل ما فيش عائلة جزائرية ما عندهاش شهداء. إذا حتى 1.5 مليون هذا مش صحيح، هذا في الثورة. لكن قبل الثورة أسوأ، لأنه يا بنيتي فرنسا أصدرت كتاب في سنة 1948 خاص بالمستعمرات الفرنسية، وكل مستعمرة عندها جزء في هذا الكتاب هذا، إلا الجزائر فلها جزءان. في كلمة، في جملة ورد فيها مهمة جدا. ماذا يقول هذا الكتاب؟ يقول l'Algérie كلفتنا un effort militaire pendant 75 ans. طيب
الجهود الحربية على 75 سنة كم جزائري مات فيها؟ مليون، جوج، ثلاثة، أكثر من 8 ملايين. كتشاوى وحدها عندما حاولت فرنسا تحويله إلى كاتدرال 4000 مصلي ماتوا داخل كتشاوى. وحات زعاشة في مسكرة 13,000 شهيد. كل سكان زعاشة قتلتهم فرنسا عن آخرهم، رجال ونساء وأطفال وكبار وصغار بدون استثناء. وأنا نعطيك شهادة لكولونيل مونتانياك، بكل أسف قالوا لي مازال واحد الناحية في الشاشات تحمل اسمه، الكولونيل دو مونتانياك جاء الجزائر في سنة 1840 يا بنيات، يكتب رسالة أسون نوفو كما يقولوا باللغة نتاعهم. واش يقول له؟ يقول له نظام الجيش الفرنسي أو عملية الجيش الفرنسي تتلخص في 3 أشياء: ساكاجي، تيي، برودي. هذا هو عملنا، خرب، اقتل، وحرق. يقول نحن في الحرب في الجزائر الرجال من 15 سنة يقتلون جميعا، من 15 سنة فما فوق، كل ذكر من 15 سنة يقتل. والنساء ناخذهم أسيرات ونبعثهم للمارتينيك. واللي حب يفدي مرته ولا اخته يجيب حصان، مراه بحصان. عندك مراه يعطيهم حصان يعطيو لك مراه نتاعك. وهذه نحن نثورنا لانه كرامتنا، لانه ولهذا الجزائر كلها لم يتصور احد ان الثوره تنجح في سنه 54. شكون واش عندنا؟ ما عندنا والو، ولكن عندنا ايماننا بالله اولا، وايماننا بوطننا وبديننا وبشعبنا. العقيد عميروش هو رجل عظيم جدا. هذا عميروش رغم انه بلغة المثقف ليس مثقفا، لا يقرأ ويكتب ولكن ليس له مستوى ثقافي، ولكن عندما يتكلم ستندهش. يقول عنده من الكلام، يقول روحوا تكملوا دراستكم، نحن سنستقل اليوم ولا غدوة، الاستقلال جاي، ولكن الدولة ما يبنيوهاش الجهال، الدولة تحتاج إلى معلمين. يقول لي نفسه، يقول لي أنا شخصيا مانيش أهل الدولة، ما نقدرش، ما نقراش. روحوا تقرأ. ولا بعث حوالي 1000 طالب من الولاية الثالثة إلى تونس. الوحيد اللي قريب من الفكرة نتاع عميروش في هذا هو الكولونيل لطفي. لطفي رحمه الله، لازم تعرفون لطفي أصغر عقيد استشهد، 23 سنة فقط في عمره. لطفي ولد في 37 ومات في 60، ولطفي مثقف طالب، وعنده هذه النظرية تاع عميروش. وألف في الاقتصاد، كيف يجب أن يكون الاقتصاد الجزائري بعد استعادة السيادة الوطنية. من المواقف التي لا يمكن أن تنسى لما تشوف مجموعة من الشهداء من المجاهدين يحرقون في قربي، وهذا وقع في سنة 56. أنا حضرتها، واحد ابن عمي مات فيها، 28 من جندي وحرقوا، 38 وحرقوا بنار في داخل قربي، حاصرهم وشعلوا فيهم النار. هذه يمكن أن تنسى هذا. أو لما تشوف بنات جامعيات معك في الجيش، وهذا ما ذاك الناس ما يعرفوهاش. احنا كانوا معنا في الولايه قسنطينه، شفنا 3 بنات كانوا في جامعيات، كانوا معنا في الجيش جنديات. لو كنا في زمان الثوره وتصدر امر الثوره، لان امر الثوره ينفذ حذافيري لا يناقش، تصدر الثوره امر لاطبائنا الفرنسا ان ينسحبوا، ماذا تفعل فرنسا؟ ستغلق ابواب مستشفياتها. 13,000 طبيب جزائري. لماذا يفر ابناؤنا من بلدهم؟
فيه السكن، فيه المعاش، فيه الأجرة. هذا يحتاج إلى دراسة على المستوى العالي وتتخذ الإجراءات اللازمة. وأنا أقول دائما للشباب، احنا في زماننا كنا طلبة كيفهم، احنا كنا صغار، ما كناش شيوخ كما ما خلقناش شيوخ، مرينا على الفترة تاع الشباب وتاع المراهقة وتاع الدراسة وتاع الجامعات إلى آخره. حبوا بلدكم، نحن أمة واحدة وبلد واحد وشعب واحد، والحمد لله حتى دين واحد، حتى ما عندناش مذهب واحد وندير الملك. وشكرا لك يا ناس. Pour la première fois sont apparus leurs drapeaux, vert et blanc avec le croissant et l'étoile. Des milliers de drapeaux. Ils ont dû les préparer pendant la nuit. Il est difficile de les appeler des drapeaux. Ce sont des lambeaux de drap, des chemises déchirées, des chiffons. Mais ce sont tout de même des drapeaux. شكرا لك سيد محمد صغير بن علام على استضافتكم لنا وعلى كل المعلومات والتفاصيل التي قدمتها لنا حول مشوارك الثوري في سبيل الجزائر. نختم هذا اللقاء ببعض من الأبيات للشاعر الكبير شاعر الثورة مفدي زكريا رحمة الله عليه. الأبيات تقول: نوفمبر نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقين، سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا نسوق السفينة، شغلنا الورى وملأنا الدنا، بشعر نرتله كالصلاة، تسابحه من حنايا الجزائر. ويا تربة تاه فيها الجلال، فهمنا بأسرارها الفاتنات، وأهوى على قدميها الزمان، فأهوى على قدميها الطوات، شغلنا الورى وملأنا الدنا، بشعر نرتله كالصلاة، تسابيحه من حنايا الجزائر.